السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم المدرس علي مية لنبدأ في سلسلة الورد التعليمية على منصتي فيسبوك ويوتيوب، ونبدأها في مادة التاريخ التي ندرس فيها طبعا تاريخ الوطن العربي. ونبدأها في الدرس الأول: العرب في العصر الحديث بين الضعف ومحاولات النهوض والتحرر. لنأخذ مقدمة عن الدرس. حيث حكم العثمانيون معظم الوطن العربي لمدة طويلة من الزمن، ولكن تراجع حكمهم نتيجة ظهور المسألة الشرقية وقيام الحرب العالمية الأولى عام 1914، حيث انضم الحسين بن علي إلى الحلفاء لتحقيق طموحاته بإقامة دولة عربية، لكنها اصطدمت بالتآمر الاستعماري. في هذا الدرس سنتعرف على أبرز الأحداث في البلاد العربية في العصر الحديث التي أثرت في تاريخه المعاصر، وأهمها حكم الدولة العثمانية عليه، وبدء المسألة الشرقية التي أدت إلى ظهور الأطماع الأوروبية. بدأت السيطرة العثمانية على المنطقة العربية منذ عام 1516 في معركة مرج دابر، حيث سيطرت على بلاد الشام فيها في عام 1516، ثم سيطرت على مصر بعد معركة الريدانية عام 1517، ومن بعدها سيطرت على الجزائر عام 1519، وعلى العراق عام 1534، ومن ثم السودان عام 1557، وبعدها اليمن وليبيا في عام 1551، ومن ثم تونس عام 1574، وعلى الإحساء عام 1591 لتسيطر على جميع مناطق وأغلب مناطق العربية في الوطن العربي. إذا ضعف الدولة العثمانية يؤدي إلى ظهور المسألة الشرقية. ماذا نعرف عن المسألة الشرقية التي ظهرت في القرن التاسع عشر؟ ظهرت المسألة الشرقية نتيجة ضعف الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، ونتيجة التنافس الاستعماري بين الدول الأوروبية، ونتج عنها تركز الأطماع الأوروبية في وطننا العربي، متمثلة بالحملة الفرنسية على سوريا ومصر، واحتلال فرنسا وإنجلترا لبعض مناطقه، وعقد اتفاقيات مثل اتفاقية سايكس بيكو التي كانت في عام 1916. تنسب الدولة العثمانية من 1300 إلى 1923 للميلاد إلى الشخصية التي أسسها هو عثمان بن أرطغرل، وبلغت أوج قوتها في عهد سليمان القانوني، ولكن كما نعلم جميعا بأنها أخذت تضعف تدريجيا. واستغلت الدول الأوروبية هذا الضعف لاقتسام ممتلكاتها ولمواجهة هذه الأطماع، حيث بدأت محاولات إصلاح مؤسساتها، ولكن ذلك لم يحل دون انهيارها بعد نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1914 إلى عام 1918، لأن استنتج أن الدول الأوروبية كانت تعمل محاولات إصلاح في مؤسسات الدولة العثمانية ليس حبا لها، ولكن طمعا في اقتسام خيراتها واقتسام المناطق التي كانت تأخذها. إذن الأطماع الأوروبية ظهرت في الوطن العربي أولا نتيجة ضعف الدولة العثمانية، ولكن كانت أطماع أوروبا في الوطن العربي بأهمية وطننا الاستراتيجية على طرق التجارة العالمية إلى الهند، كما نعرف طريق الحرير، وغناه بالمواد الأولية اللازمة للثورة الصناعية التي قامت في الدول الأوروبية في ذات الوقت التي كانت فيها الدولة العثمانية ضعيفة. غناه بالمواد الأولية مثل المشتقات النفطية، مثل الأراضي الزراعية الخصبة، مناجم الحديد إلى آخره. تمثلت الأطماع الأوروبية في الوطن العربي عن طريق كما ذكرنا سابقا بالحملة الفرنسية على سوريا ومصر التي قادها نابليون بونابرت بين عامي 1798 و 1801، وتلتها
الحملة الإنجليزية على مصر بقيادة فرايزر عام 1807 للميلاد، ومن ثم احتلت فرنسا الجزائر وإنجلترا احتلت عدن، وتم توقيع معاهدات تحالف مع أمراء الخليج. بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر عام 1801 مهزومة، عينت الدولة العثمانية واليا عليها عام 1805 بطلب من أهالي مصر، وهو محمد علي باشا. محمد علي باشا الذي قام بتطوير الزراعة والصناعة والتجارة، وركز على تقوية الجيش والأسطول. وبعد أن قوى جيشه وأسطوله بدأ بالتوسع في الجزيرة العربية، وضم السودان إلى مصر، وتوسع في بلاد الشام. فكان توسعه في الجزيرة العربية كان بطلب من السلطان العثماني، أما في بلاد الشام كان بسبب مطامعه الشخصية. ولكن بعد فترة من الزمن أو بعد عدة سنوات تمرد محمد علي على الدولة العثمانية، لأن السلطان العثماني لم يفي بوعده له بمنحه بلاد الشام مع مصر بعد مشاركته في حرب اليونان عام 1827، واستمر في حكم بلاد الشام حتى عام 1841، وأخرج منها بموجب اتفاقية لندن الثانية عام 1841. ظهر العديد من المفكرين والمصلحين في الدولة العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر. لماذا طالبوا؟ طالبوا النهوض بالدولة والمجتمع من خلال إصلاحات عديدة، وكان من أبرزهم جمال الدين الأفغاني الذي أصدر صحيفة العروة الوثقى في باريس مع تلميذه محمد عبده. وفي بلاد الشام ظهر عبد الرحمن الكواكب الذي ألف كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد وكتاب القرى. وأيضا ظهر بطرس البستاني وطاهر الجزائري. وظهرت هذه الشخصيات لبث الوعي عن طريق الصحف أو المجلات أو عن طريق تأسيس جمعيات أدبية وسياسية مثل الجمعية العربية الفتاة. انضمت الدولة العثمانية في تلك الفترة في الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا، وكان الحسين بن علي في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الحلفاء عام 1916. ما هي أهم إنجازات فيصل بن الحسين؟ إذن أول شيء كان أول إنجازاته أنه تمكنت قواته من دخول دمشق عام 1918، وأسس فيها أول حكومة عربية. الاتفاقيات الاستعمارية بعد ضعف الدولة العثمانية. عقد الحلفاء اتفاقيات سرية فيما بينهم من أجل اقتسام مناطق النفوذ التي كانت تحكمها الدولة العثمانية، وكان من أبرز الاتفاقيات هي اتفاقية سايكس-بيكو عام 1916. وكان مضمون هذه الاتفاقية أن تقسم بلاد الشام والعراق إلى مناطق نفوذ، فكانت المنطقة الزرقاء تحت النفوذ الفرنسي وتشمل الساحل السوري من كيليكيا إلى رأس الناقورة، وكانت المنطقة الحمراء تحت النفوذ الإنجليزي وتشمل بغداد والبصرة، والمنطقة الداخلية ألف وتكون دولة عربية تتبع لفرنسا، وب دولة عربية داخلية تتبع لإنجلترا. وفلسطين تعتبر منطقة دولية وهي المنطقة السمراء. ولكن في اتفاقية سايكس-بيكو قد تم منح الصهاينة اليهود وعد بلفور في عام 1917، والذي هو عبارة عن إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ولكن هل في اتفاقية سايكس-بيكو تم تبني نظام الانتداب فعليا؟ كلا، ولكن تم تبني نظام الانتداب فعليا بمؤتمر سان ريمو عام 1920